السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا حبيب قلبي نعمل تتبيله الفراخ مع بعض تاني. ونقول هنحط مايونيز. وفي عندي صوص مايونيز حار، فاحط عليها شويه حار. لو انتوا حابين الفراخ حاميه شويه، يعني نحط مايونيز بارد مايونيز حار. تمام. بعد ما حطينا المايونيز البارد المايونيز الحار، حطيت ليمونه قسمتها نصين وحطيتها، طماطمايه، فلفل اخضر واحمر، وهنحط شويه ها دبس الرمان بدي للتتبيلة طعم جميل قوي. حط شوية دبس رمان، وطبعا شوية صويا صوص، وحطيت شوية ملح. تمام كده. تمام. هنحط شوية كاتشب صغيرين، شوية توم بودر، شوية توم بودر صغيرين، وزيهم بصل بودر. هنعمل الفيديو النهاردة التتبيلة بس، بجد التتبيلة دي بتودي الفراخ في حتة فظيعة. كده البصل البودر والثوم البودر، وحطينا المايونيز الحر والبارد. لو ما عندكيش عادي حطينا كاتشب، حطينا ملح، حطينا فلفل وطماطم وليمونة. لسه هنحط البصل ونحط شوية توابل كده مع بعض. لو هتحطوا كمون، اللي بيحب الكمون حاجة بسيطة خالص. أساسينا الفلفل الأسود، أساسينا الفلفل الأسود. طبعا هنحط السبع بهارات. هنا حطيت السبع بهارات، واللي عايز حابب يحط فلفل شطة عذرا يحط. انا هحط حاجة بسيطة، لان حاطة صوص المايونيز الحار هو كله بيبقى شطة اصلا، فهحط الشطة حاجة خفيفة، وهحط بابريكا. اخر حاجة حطيت البصل، معلقة عسل، شوية سكر صغيرين عشان الحموضة، وبس كده. والخل والزيت، حطيت خل وحطيت شوية زيت صغيرين. يلا نضرب الكلام ده كله، ناخد احلى تتبيله لاي مشويات. اضربها كويس وارجع لكم. يا حبيبي يا دوب، بس ما عدتش الا نص ساعه متاخره النهارده على الغدا، فولعنا عليها كنا تبلناها. سيبها لحد ما تغلي، وبهدي عليها تستوي خالص على نار هاديه. هنا ما زلنا لسه الفراخ بتاعتنا بتستوي. وهنا كنا عملنا رز ابيض بالطريقه العاديه بتاعتنا خالص. قلت بقى ايه نعمل جنبها كده صينيه بطاطس. انا قطعت بصل شرايح، ورجعت قطعت فلفل الوان احمر واخضر وجزر وكوسه. كان عندي شويه كوسه كده عملتهم، وبطاطس. بجد بتبقى جميله قوي. وحطينا بقى التوابل بتاعتنا: كزبره، شعر كمون، فلفل اسمر، السبع بهارات. وهنقوم ضاربين طماطم بسيطه كده في الخلاط، وننزل عليها بالطماطم بس كده.
وحطينا طبعا الملح ونحطها. انا طبعا عامه في الطبيعي كنت ببقى اعمل البطاطس تحت الفراخ، لكن عشان احنا متبلينها تتبيله شديده شويه فمش هنعرف نعمل كده، فعملتها في صينيه لوحدها. وهنا صينيه الفراخ، ممكن بناخد معلقه بس بسيطه من الميه بتاعه الفراخ دي، نطعمها بس كده في فاهمين قصدي، انها تبقى شاربة بس من تطعيمة الفراخ، بس كده حاجة بسيطة يعني. برضو بتدي طعم جدا للصينية، اكنك عاملاها على الفراخ عادي، بس انا عشان التتبيلة قاسية شوية، مش نفاذة اقصد، فمش حابة ان انا احط الفراخ تحت البطاطس. تمام. دي اذواق طبعا، اللي حابب يعملها كده واللي حابب يعملها كده. خليكم معانا بقى لحد ما نخلص. طبعا هتستوي الفراخ وهندخلها الفرن، والبطاطس برضو معاها في الفرن.